بسم الله. تعادل مخيب للنادي الأهلي قدام إنتر ميامي، تعادل طبيعي مخيب لكل جماهير النادي الأهلي بعد الأداء اللي احنا عملناه في الشوط الأول. اللعيبة اتفننت ازاي هتضيع فرص، ازاي كنا بنهدر الفرص، بنخلي حارس مرمى إنتر ميامي أحسن حارس في البطولة، حارس أسطوري. لو ما لعيبة الأهلي بتضيع الفرص دي قدامه، أخطاء في إنهاء الفرص بشكل مستفز، شكل يستفزك. أنت عامل ماتش ممتاز في الشوط الأول، بس انهاء زي الزفت، انهاء من كل اللعيبه، كل اللعيبه كان انهاء زي الزفت. وكملت بضربه الجزاء اللي عملها اللي جت للاهلي. يا جماعه وسام وزيزو موجودين في الملعب، هم اللي يشوطوا، مش هنخترع. زيزو ووسام في الملعب، زيزو الاول ووسام الثاني، اهو شاطها تريزيجيه وضاعت. المباريات اللي زي دي هي فرص بسيطه بتحسم لك المباراه. بعد شوط اول كنت المفروض تكسب فيه 4 أو 5 أو ازيد كمان، لشوط تاني انت في اخر المباراه الشناوي شايل بلاوي سودا، شايل بلاوي في اخر المباراه. ليه المباراه تتحول من فكره انك تكسب بسكور، انك تخرج بتقول الحمد لله على نتيجه التعادل؟ تعادل مخيب بسبب نتيجه الشوط الثاني، دي اداء الشوط الثاني. اداء مخيب بسبب انك ضيعت فرص قد كده خلال الشوط الاول. حرام الفرص دي كلها تضيع، حرام علينا بنلعب برضه اداء مشرف واداء مش عارف ايه، حرام ده كله يحصل. انت جايب تشكيله ممتازه جدا، والتشكيل في اول المباراه ده تشكيل مستفز، فكره انك تقعد كل اجنحتك وتنزل تلعب بامام في حاجات كده مستفزه بتحصل. بس سبحان الله قدر ان امام عاشور يتصاب، بدل بقى ما هتخش في جدال هو هيكون توظيفه ايه في الملعب، هل هيلعب 4-2-2-2 ولا هيلعب باي شكل، ولا هيلعب بامام عاشور جناح برضه تاني نفس مسيره كولر، ولا ايه اللي هيحصل؟ سبحان الله قدر من عند ربنا ان يتصاب امام عاشور. بعد اصابه امام عاشور بينزل زيزو، وزيزو بعد ما بينزل بيبدا شكل الاهلي بيكون احسن، ويبدا الشوط الاول كله فرص، ويبدا الشوط الاول ادائك احسن، شكلك كويس في الملعب، لكن الانهاء زيرو. فرص بتيجي، فرصه لامام عاشور قبل ما يتصاب، وفرصه لتريزيجيه. يا جماعه حرام عليكم، حرام عليكم برضو نفس الفكره. يا جماعه هو سيناريو ماشي مكتوب، سبحان الله هو قدر وكل حاجه، بس احنا بنتفنن نعمل كده في نفسنا. بتتفنن انك ازاي تضايق نفسك، بتتفنن ازاي انك تخسر مباراه تقول يا ريتني كنت كسبت انتر ميامي، والمباراه اللي جايه قدام بالميراس ممكن اتعادل ومش عارف ايه. ضيعت على نفسك فرصه، ضيعت على نفسك فرصه ذهبيه. كنت ممكن تطلع الشوط الاول كسبان وتعمل تغييراتك بقى براحتك ومش عارف ايه، ولسه هنيجي على التغييرات الجميله اللي حصلت. احنا في اخر المباراه بنلعب بنفس التشكيل القديم، بدون اي صفقه جديده، بدون اي حاجه، ما هي بجمله المشاكل، وبجمله الظروف الغريبه اللي بتحصل. طبيعي هتتعاقب على اللي بيحصل ده، طبيعي هتتعاقب على اهدار الفرص انت رايح بثمان فرص حقيقيه، 8 فرص حقيقيه على المرمى، ولا واحده، وضربه جزاء تجي لك تضيعها. مين قال لتريزيجيه شوط؟ مين قال لتريزيجيه شوط وزيزو في الملعب ووسام في الملعب؟ مين اقنعه؟ مين اقنعه بالفكره دي؟ زيزو في الملعب يا جماعه، احنا شاريين نجم، فان هو يجي يشوط ضربات الجزاء، عشان دي اللي بتحسم المباريات. لو انت مش هتعرف تجيب اهداف، فضربات الجزاء تحسم لك المباريات. جول كان هيدمر كل في تخطيط انتر ميامي، كنت الشوط الثاني ما كنتش هتلاقيه فايق عليك كده، نفسيتك في الشوط الثاني كانت هتبقى احسن، بدل ما انت نازل الشوط الثاني مش قادر وحاسس انك خلاص خسرت وانا ضيعت فرص كتير ومش عارف ايه، وينزل لك حسين الشحات الشوط الثاني شل خلفونا. يا اخي ارحمنا، يا اخي ايه الاداء ده؟ ايه الاداء ده يا حسين؟ حرام عليك يا اخي، يا اخي اتكسف من تصريحاتك اللي عملتها قبل البطوله، وادائك اللي بتعمله ده في الملعب، اتكسف يا اخي. ايه الاداء ده يا اخي؟ كنت سيبه، كنت طلع الشحات وسيب زيزو، انا اللي بيلعب وبيجري وبيستلم وبيروح، ده عمال بيعمل ايه؟ الكره اللي في اخر الشوط الثاني دي والله العظيم يتضرب عليه. ايه ده؟ بيعمل ايه؟ ايه اللي هو بيعمله في نهايه الشوط الثاني ده؟ ايه بقى حضرتك بتجري ماراثون عمال بتجري، طب وبعدين رايح فين؟ رايح تعمل ايه؟ طب باص، طب اعمل عرضيه، طب شوط، اعمل اي زفت طين، ولا الهوا ولا اي حاجه حصل، الكره ضاعت برد. هو من ساعه ما نزل ما عملش اي حاجه، مفيش اي حاجه، مفيش اداء افشل ولا حاجه. انت منزل تعمل ايه؟ نزل اشرف بن شرقي يا اخي، ايه ده؟ نزل قفشه وحسين الشحات، اعملوا ايه دول؟ ما هو انت شفت الاداء زي الزفت ولا في اي حاجه حصلت.
كذا كوره دفاعيا الشحات عمال بيتفرج على الكوره، بيتفرج على الكوره وهي طالعه فوق كده، ايه ده البوت هياخدها بتاع انتر ميامي، والله كويس عمل جامب حلو. ايه المسخره دي؟ ده ما عادش يلعب، عايز يخفى بعد البطوله يروح في داهيه اي نادي تاني، يروح اللي يروحوا. لكن الاداء ده ظلم الناس تكون موجوده في الملعب، ظلم الناس قاعده على الدكه، وده لاعب المفروض ان هو نجم وينزل وعلى بطوله مهمه ومش عارف ايه وهداف الفريق في البطوله. ايه الاداء ده؟ ايه الاداء اللي زي الزفت ده يا اخي؟ بلاش وجع دماغ بقى. كل مره نقعد نخش ماتشات ونقول يا ريتنا كنا عملنا، يا خبر لو كنا جبنا الفرصه دي، يا نهار ابيض لو كنا عملنا دي، وفي الاخر بلح ولا اي حاجه. نقطه وهتخش قدام اقوى فرقتين تانيين قدامك، بالميراس وبورتو. انت بتعمل ايه؟ وبعدين نقول اكسب المباراه دي عشان تشوف لو ليك حظوظ بانك تتاهل الدور اللي جاي. مش طالبين منك حاجه يا اخي، بس يعني حرام عليكم، مباراه في ايدكم، انتوا احسن بكتير. هم بيلعبوا على ميسي بس، ما عندهمش الا ميسي بس، وانت عمال تروح وتعمل هجمات وتروح يمين وشمال وتروح على المرمى. في الاخر يجي الشوط الثاني تكون انت مزنوق الزنقه اللي زي الزفت دي، مزنوق زنقه زي الطين. ايه توزيع الجهد ده يا كابتن ريبيرو؟ ايه توزيع الجهد ده؟ اللعيبه جت فنيخت في الاخر، ما عادش قادره. المهم المباراه بدات زي ما قلنا، المباراه بدات الشوط الاول بدا ممتاز جدا ممتاز جدا، والاهلي كان بيلعب بدون خوف، والاهلي داخل في المباراه ومش هايب انتر ميامي وبيلعب ويباص ويروح. وامام عاشور كانت ورقه ممتازه جدا في اول 10 دقائق، واللعب كان ماشي كويس. ايه بقى يعني؟ كنت استغل ده بقى، استغلوا ده. تيجي في الدقيقه 4 وسام ابو علي بيهدر فرصه بشكل غريب برضه. يا جماعه فكره الفرص اللي بتضيع دي حاجه بجد يعني هتنقذ الاهلاويه في مره. انت جاي بطوله، العب على الفرص دي. هي فرصه واحده تنهي لك كل حاجه. لكن وسام علي في الدقيقه 4 بيقرر ان هو خلاص انا هضيع الكوره بشكل غريب. دقيقه 7 طبعا بيجي امام عاشور بيقع وقع غلط على كتفه، وبرضه امام عاشور لكذا مره انا الاحظ واشوف الموضوع ده، واغلب الاهلاويه شايفين امام عاشور بيقع وقعات زي الزفت على كتفه. معرفش يعلموه يا جماعه يقع ازاي. طبعا الاصابات قدر وكل حاجه، بس الولد ده فعلا بيقع على كتفه بشكل غلط. مش عادي، مش صعبه ولا هتقلل منه فكره ان امام عاشور يتعلم ازاي لما يجي يقع وعاوز ياخد فاول او كذا، يقع صح، يقع صح، ما يقعش الوقعات دي. بسيطه جدا يعني. خلاص من بعد امام عاشور ما وقع واحنا خلاص الكل كان شايف ان هو خلاص كتفه مش قادر، وجات له بعديها الفرصه اللي ضيعها انفراد، بس مش هحاسبه عليها، خلاص هو اللاعب مش قادر اصلا. وبعديها بيقع في الملعب ويتبدل وينزل زيزو. الملعب برضه ما فيش حاجه يعني، ما تاثرناش قوي، وشكل الاهلي كان حلو وشكل الاهلي كان كويس وزيزو عمل الدور بتاعه، وكان الاهلي شكله حلو وفرص عماله تروح وتيجي، لكن ما فيش فايده، ما فيش فايده. تيجي الدقيقه 19 في تمريره بتيجي لحمدي فتحي، حمدي فتحي على طول برضه على طول بوش رجله شاطها على طول في الكوره. لكن برضه يا جماعه الجول والله العظيم زوايا، في النص يمين شمال. يا عم شوط يمين شمال، ما تشوطش في نص الجول في ايده، ما تخليهوش نجم المباراه، ما تخليهوش نجم المباراه. انت عمال بتشوط في نص الجول يا اخي، ما توسع الزوايا واسعه، شوط في سقف الجول هتيجي. ايه الفكره بانك عمال بتسدد في الحارس؟ انا مش فاهم. خليته نجم المباراه، الولد فعليا نجم المباراه، نجم الشوط الاول. بعد كده يعني يا جماعه زيزو لاعب كواليتي عالي قوي، لمساته للكوره عظيم، لاعب ممتاز، لاعب تعرف تبني عليه، لاعب فعليا عنده القدره ان هو ياخد واحد واثنين ويماصي ويعمل ويحرك الفرقه ويعمل، وتعتمد عليه بانك تسلمه الكوره هو هيعرف يتصرف بيها. لاعب واعي وعارف هو عايز يعمل ايه، وعارف دوره ايه في الملعب كويس. مش لاعب نازل من على الدكه دماغه مش معاه اصلا زي حسين الشحات، لا مش مركز، هو مش عارف هو عايز ايه. يقول لك قبل في تصريحات قبل البطوله انا افكر واريح دماغي وزهقت من الضغوطات ومش عارف ايه. طب بتنزل تلعب، جاي معانا ليه؟ جاي معانا ليه؟ طالما مش قد الضغوطات. اهو فعلا مش قد الضغوطات فعليا، نزلت الشوط الثاني ما عملش اي حاجه، بالعكس شكلك كان سيء وشكلك كان وحش وعمال بتضيع كوره ومتخاذل في الدفاع، ولاعيبه عماله تزعق لك، منهم كابتن الفريق الشناوي. اقول لك ايه؟ في الدقيقه 31 بتيجي تسديده لوسام ابو علي من ضربه حره مباشره، والولد بيشوطها حلو بس برضه في ايد الحارس برضه، يعني مش خطيره اللي هي راحت في زاويه والحارس طار عليها، لا هي رايحه له والحارس مد ايده شالها. نفس الفكره برضه انتوا احنا نجمنا الحارس بتاعه، عملنا له سوكسيه حلو، الحارس اتنجم.
تيجي الدقيقه 32 برضه رأسيه عرضيه برضه بتيجي حلوه من ركنيه بينط عليها اشرف داري برضه الكوره برضه في نص الجول، برضه في نص الجول، برضه في ايد الحارس. مفيش كوره الحارس ده تألق فيها وشالها لان انت شاطط في زاويه وعمل، لا انت اللي بتخليه نجم، انت اللي بتخليه نجم. بس هي ده ملخص الشوط الاول، انك بتخلي اللاعب الحارس مرمى الانتر ميامي ان هو لاعب نجم. ما تفهمش. تعالى بقى للدقيقه 41. الدقيقه 41 وحلاوه الدقيقه 41. الدقيقه 41 بتيجي كوره لزيزو جوه منطقه الجزاء، بياخد الكوره بيراوغ كده ويروح قام اللاعب بتاع انتر ميامي ضربه ضربه جزاء. خلاص يا جماعه ضربه جزاء اوتوماتيك، ما عنديش الا اتنين، زيزو اللي جاي من الزمالك واحنا عارفين ان هو احسن مسدد ضربات جزاء موجود في المنتخب وفي الزمالك ودلوقتي بقى معانا، فهو معانا هو اللي يسدد ضربات الجزاء، او وسام. لا فاحنا بنختار تريزيجيه. فتريزيجيه يعمل ايه بقى؟ تريزيجيه ياخد الكوره ويرجع ورا ويتلقلق في الكوره شويه وهوب والكوره تضيع. خلاص السيناريو ده انا ايقنت ان احنا مش هنكسب المباراه دي، احنا هنخسرها. من اللقطه دي للامانه يعني انا خلاص انا قلت ان احنا هنخسر المباراه دي، ما لهاش، هي خساره، انت هتخسر المباراه ما فيهاش كلام. خساره المباراه دي بسبب الكوره دي، لانك بتهدر ده، اهدرت كل الفرص اللي جات لك، اهدرت ضربه الجزاء اللي جات لك، انت عاوز ايه تاني؟ خلاص الموضوع منتهي يعني. وطبيعي جدا الشوط الاول بينتهي انت شايط 8 كور، شايط 8 كور، 5 منهم على الجول وضربه جزاء ليك. ايه ده بقى؟ احصائيه تبين لك ان فعليا انت كنت ماسك المباراه بالطول والعرض في الشوط الاول، وتكون عارف ان لاعيبتك هتستنزف مجهودها البدني بشكل كبير في الشوط الاول، وفعليا يبدا الشوط الثاني لا، خطوره من انتر ميامي. انتر ميامي مسيطر على المباراه، لعيبه الاهلي خايفه، لعيبه الاهلي تايهه، لعيبه الاهلي ما عادتش قادره، اخطاء بالجمله. مع ان مروان عطيه عمل ماتش رائع بشوط اول بشوط ثاني، مباراه كامله 90 دقيقه، اداء ممتاز جدا وعمل مباراه حلوه قوي على ميسي. لكن برضه غلط غلطتين في الشوط الاول كانوا هيلبسوك جوان، غلطتين اللي هو بيباص لميسي ويلا ميسي يروح شوط. التوهان، انت بقى تعالى بقى روح الشوط الثاني بقى، انت تهت. اللعبه كانت تايهه بالمره، تايهه اللي هي انا خلاص، انا حاسس ان انا هخسر، انا حاسس ان انا مش موجود، انا حاسس ان انا هضيع، انا ضيعت كل فرصي في الشوط الثاني في الشوط الاول، وخلاص بقى انا مستني ميسي يجيب فيها جول وانزل واحبط واعمل كده ومش عارف ايه. بس خلاص هو ده كان الشوط الثاني. الكرة يعني في الدقيقة 58 انا كاتب عندي ان بن رمضان كرة تسديدة، والتسديدة برده كانت في زاوية راحة سهلة للحارس والحارس مسكها ولا كأن فيها خطورة ولا فيها اي حاجة. بعد كده المباراة اتحولت، انت حاولت بقى ريبيرو حاول يعمل تعديلات فطلع طلع تريزيجيه، طلع بن رمضان، نزل الشحات وقفشه، نزل يا ربي طاهر والشحات. طيب يعني ما شفناش اي حاجه من الشحات. ايه اللي انت عملته يا شحات؟ طاهر كان شكله واقف بيعمل التزاماته وتحركاته ماشيه كويس نوعا ما، لكن يا شحات انت في ايه يا حبيبي؟ ايه طريقه اللعب دي؟ يعني ايه فكره الشحات النهارده؟ شحات اتفرج على نفسك كده بعد ما نزلت واتفرج على ادائك، هل ده اداء الشحات؟ ده حسين الشحات؟ قطعا لا، قطعا لا يا شحات، انت مش موجود. الكره اللي في الاخر دي انت حاسب نفسك عليها. اخر كوره في المباراه الهجمه المرتده اللي اتعملت بعد ما كنا مضغوطين ضغطه الكلاب في اخر الشوط الثاني، حاسب نفسك عليها يا حسين، حاسب نفسك على الكوره دي. ايه ده؟ ايه ده يا حسين؟ لا حاج زمايلك ولا اتصرفت صح ولا بصيت يمين ولا بصيت شمال ولا وقفت على الكوره ولا شطت ولا عملت اي حاجه، الكوره ضاعت منك. بص يا حسين يا شحات في الكوره اللي كان بيبقى هجمات علينا والكوره اللي بتكون عاليه وانت بتبص على الكوره فوق كده واللاعب انتر ميامي راح بياخدها، انت بتعمل ايه؟ لا بتدافع كويس ولا بتهاجم كويس، ولعيبتك بتزعق لك. الشناوي كان بيجيله انهيار عصبي منك يا اخي. ايه ده يا حسين؟ ايه ده؟ انت نسيت الكوره ولا ما عدتش عاوز تلعب ولا بتفكر ان زيزو جه فخلاص بقى انا ما عادش ليا دور في الملعب؟ انت بتفكر في ايه؟ ايه اللي انت بتفكر فيه يعني؟ إيه؟ اقنعني كده ده اداء. قفشه ما عملش اي حاجه يعني، قفشه كل لمساته اي حاجه وبياخد الكوره ويلف ويعمل ويباص اي حاجه مفيش. النهارده في ناس عملت مباراه حلوه، مروان عطيه عمل مباراه حلوه، ياسر ابراهيم عمل مباراه حلوه، اشرف داري عمل مباراه حلوه، اغلب لعيبه الاهلي اللي نزلت عملت مباراه حلوه، لكن الانهاء كان زي الزفت. انهاء اللعيبه النهارده كان زي الزفت، من وسام ابو علي ومن امام الكره اللي جات له وتريزيجيه، كله زي الزفت، واللي هتتبروز هي ضربه الجزاء.
ضربة الجزاء يا جماعة دي، ضربة الجزاء دي حاجة قاسية جدا، قاسية جدا للأمان. الواحد بجد يعني حاسس بغصة كده. يا عم زيزو موجود، سيب زيزو هو اللي يشوط. صحيح بقى، والحاجة الأهم، ايه تغيير زيزو دي يا عم الحاج؟ زيزو نزل بقى، نزل مكان إمام عاشور، تطلعه في الشوط التاني، في ايه يا عم الحاج؟ ايه التغييرة دي؟ ده لو الولد ما بيعملش اي حاجة ما تطلعوش، ما تدمرش نفسيته. وانت عارف كويس جدا ان اللاعب المصري عنده مشكلة في المواضيع دي. فين كابتن محمد يوسف؟ فين كابتن عماد النحاس؟ ايه التغييره دي يا كباتن؟ تغيير عشان خاطر مين؟ طلعوا والمصحف حسين الشحات يطلع، قعد لعب 5 دقايق، لعب 10 دقايق، يخفى يطلع بادائه ازاي الزفت ده. سيب زيزو في الملعب. ايه تغيير زيزو دي؟ واشرف بن شرقي اللي مخلل اللي بره، ما كنت تنزل اشرف بن شرقي، ماشي يا سيدي، عايز تطلع زيزو نزل اشرف بن شرقي. ايه تغيير؟ قفشه ولا مفيد؟ كون اشرف بن شرقي كان هيكون احسن. ايه ده؟ انا ليه اطلع والولد طالع برضه مستغرب؟ وعنده حق يا عمي، عنده حق. وبطلوا اختراعات في الكوره، وبطلوا يا جماعه بقى تنسوا الواقع في بطولات مهمه زي دي. لاعب زي زيزو ما يطلعش من الملعب. انت منزله بديل، ما تطلعوش. منزله بديل في الدقيقه 12، دقيقه 13، حاجه زي كده، ما تطلعوش، ما يطلعش. اللاعب لسه بيعمل وبيأدي وخطير. عجبك اداء الشحات، عجبك اداء طاهر، عجبك اداء قفشه، يعني هو ده انت هو كان هيبقى اسوأ من كده يعني؟ طبيعي لا، اوتوماتيك لا. يا جماعه تعادل وحش قوي، تعادل وحش، تعادل وحش. وشكلك كان وحش الشوط الثاني، شكلك كان قميء الشوط الثاني، وخاصه اخر 5 دقايق وانت مزنوق، وميسي عمال بيدي عرضيات وكور، والشناوي عمال يشيل، واللعيبه بتاعتها خلاص بقى ما عادش هتموت. مروان عطيه جاب جاز خلاص، الراجل عمل مجهود جبار. توزيع المجهود كان زي الزفت. توزيع المجهود البني البطيخه، زفت. توزيع المجهود. اللعيبه ضغطت، كل نزل الشوط الاول ضغط 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 ضغط، ولا اي حاجه، ولا حياه لمن تنام. ايه اللي بيحصل؟ محدش فاهم حاجه. ضيعت المباراه من ايدك، ضيعت المباراه من ايدك. الشوط الاول كنت تخلص المباراه دي. لا مش هارد لك، واداء وحش ويزعل. وبرضه تاني هنقعد نقول يا والله لو كان حصل، والله لو كنا كسبنا، لو كانت فرصه امام جت، لو تريزيجيه جاب الجول وزيزو هو اللي كان شاطر مكان تريزيجيه. انا مش هقعد اقول كده كل مره. ضيعت اسهل مباراه برضه المره التانيه. برضه بنضيع فرص، برضه بنضيع حاجات من بين ايدينا. ايه السبب؟ ما اعرفش. حد يدور معايا على السبب بقى، لان انا ما اعرفش ايه السبب، وما اعرفش ليه بنعمل في نفسنا كده. مباراه وعارفينها ان احنا هيجي لنا فرص كتير، ومتكلمين قال 100,000 مره يا جماعه احسموا الفرص اللي تجيلكم. اي فرصه تيجي لازم تتحط جول، ما تدلعوش. اللي انا شفته في اخر المباراه دلع. شفت حسين الشحات عمال بيجري 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 بيجري، وفي الاخر تنح. لاعب كبير زي حسين الشحات مش عارف يتصرف. جه في خلاص، دماغه قفلت. انا هعمل ايه بقى؟ ابصيها هنا القفشه، ولا ابصيها الناحيه التانيه جريشيار؟ لا انا هقف لغايه ما تتقطع مني. ايه القرف ده؟ ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ انت عاوز ايه؟ واداء ايه؟ وشكل ايه يا اخي؟ حرام عليك. ايه ده يا عم؟ ايه ده بس؟ ليه كده؟ ليه كده يا كابتن؟ والله ليه كده فعليا؟ ليه كده يا اخي؟ ليه الاحباط ده؟ الواحد محبط بشكل. مباراة كانت ممكن تكون احسن من كده، الواحد محبط بشكل يا خبر. والله العظيم الواحد متضايق ومحبط وجماهير سهرانه، وجماهير في الملعب شكلها حلو. الماتش يروح منك كده. ده كان هيروح منك بهزيمه، مش تعادل بس، ده كان بهزيمه. اخر 5 دقايق في المباراه دي كانت هتكلفك المباراه. انت الضغط ضغطه زي الزفت، ضغطه وحشه قوي قوي، ضغط كبير عليك. هنقول ايه؟ برضه تاني فرصه ضاعت من النادي الاهلي، فرصه فوز كبيره جدا على انتر ميامي، معاهم ميسي، معاهم سواريز، معاهم بوسكيتس. ضيعت المباراه. ضيعت المباراه. هنشوف المباريات اللي جايه، بس خلاص يا جماعه ما فيش امل يعني. المباريات اللي جايه صعبه، وقدام بالميراس احسن نادي في المجموعه بتاعتك، واخر مباراه مع بورتو. فالموضوع بقى هيبقى خلاص يعني. ما مش هيبقى فيه عشم في الماتشات اللي جايه. هنلعب نحاول نعمل اداء كويس واداء نتيجه ايجابيه. لكن الدنيا هتكون صعبه. بالميراس نادي خطير، نادي بيمتلك لعيبه كبيره، وانت استنزفت في المباراه دي، وامام عاشور خسرته، وربنا يستر عليه وتكون اصابته خفيفه. هل هيكمل معاك؟ هل هيلعب معاك بقية المباريات؟ الله أعلم، هنشوف يعني. لكن قدر الله ما شاء فعل. سلام.